اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا بقى قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تصلوا على الرسول وحطوا لي لايك وكومنت حلو منكم واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين. بحبكم في الله. تعالوا بقى النهارده هنعمل وصفه. عايزه اقول لكم ان الوصفه دي اول مره في حياتي اعملها في مصر. بمعنى انا لما سافرت مع جوز المغرب كانت هي يعني كان من ضمن الاكلات اللي انا اعرفها في المغرب. فاهمين؟ لان في حاجات ما كنتش اعرفها، يعني مش كل الاكل زي بتاعنا. المهم القرنبيط، فهناك عندهم القرنبيط يا بنات بيعملوه بطريقه مختلفه خالص. طبعا انا حطيت ميه تغلي. فكان كان في صحابي هناك وناس في العماره عندي. كنا بنتكلم يعني وكده، فعملت لهم مره القرنبيط ده. بصوا يا بنات انبهروا منه. احنا حطينا شويه لبن وشويه ملح وكمون. انا دي طريقتي في سلق القرنبيط، وطبعا اللي ما حطش لبن في سلق ميه القرنبيط عمره ما كان قرنبيط. تمام، خلينا كده متفقين. مش ميه، اهم حاجه نص كوبايه لبن. تمام، وتحطي ملح وتحطي كتري الكمون عشان الغازات والانتفاخات، وهتشم ريحه حلوه جدا للقرنبيط وهو بيتسلق. هناك يا بنات بيعملوه في المغرب ان هم بيسلقوه، بيدخلوه على ورق زبده، يحطوا عليه توابل ملح وفلفل، وهو ده طريقتهم في القرنبيط. انا عملت لهم الطريقه دي ما كانش يعرفوها، عجبتهم جدا جدا جدا، وعجبت جوزي جدا جدا جدا. طبعا بقى مين اللي غريبه عليها ان انا ممكن ان هي تدوق من الاكله دي؟ طبعا ماما واخواتي. لان بصراحه كنت يعني عملتها هناك على طول. قبل الجواز كانت ماما هي اللي بتعمل القرنبيط. تمام، عملتها بقى هناك. طول ما انا كنت قاعده هناك كنت بعملها يا بنات. حكايه حكايه. بس شوفي اهم حاجه المقادير اللي هقولك عليها، التوابل اللي هقولك عليها، هنحط ايه للقرنبيط في التتبيله. وطبعا ممكن الناس تكون بتعمله بالطريقه دي، فهنشوف. بس والله هتاكليه. بصوا، احلى قرنبيط ممكن تجربوه، احلى وصفه ممكن تجربوها، وتحدي لاي حد. والله العظيم تحدي لاي حد. يعني في حاجات انا بتكلم فيها بثقه، بس القرنبيط ده والله العظيم عايزه اقول لكم النهارده هم يعني كلمه انبهروا بيه دي قليله جدا فوق ما تتخيلوا. هتاكلوه مقرمش من بره وطري من جوه وريحته حلوه ولونه حلو، وكمان ما بينفخش البطن. شوفوا احنا هنعمل ايه مع بعض. بس صلي على النبي كده، حطي لي لايك واشتركي في القناه. انا عايزه اقول لكم ان جوزي صورت له بعت له الصوره بعد الاكل، والله العظيم قال لي جوعتيني. كنت بعمله له بطريقه يعني احلى طريقه ممكن تعملوها للقرنبيط. بصوا بقى، انا القرنبيط باكل معاه حاجات ايه بقى. بحب اسلق البطاطس واحمرها. هنشوف كام حاجه هنعملها مع بعض. ندخل بقى على مكونات القرنبيط. بصوا انا معايا حطي انت بقى البيض على حسب ما القرنبيط عامله معاكي. انا حطيت 4 لان زي ما قلت لكم هي متوسطه. حطيت رشه فلفل اسود، واهم حاجه يكون معاكي مضرب سيليكون، مش يعني يفضل مش معلقه. تمام، مضرب سيليكون، لان احنا هنحتاجه يعني في ضرب دلوقتي الدقيق، المكونات كلها مع بعض. ننزل بنص كوبايه لبن، نص كوبايه لبن اساسي في تتبيله القرنبيط. يا جماعه اللبن اساسي في تتبيله القرنبيط. ومعلقه خل، معلقتين نشا كبار. تمام، وكمان حطينا معلقتين بيكنج باودر. يبقى نشا، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه خل. ننزل بالتوابل بقى اللي هي ايه. طبعا ده الدقيق انا بنزل بيه شويه 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 شويه، تضربي جامد زي ما انت شايفه كده. المواد تكون سايله. تمام، التوابل بقى ملح، فلفل اسود، كمون، كزبره، شطه، ورشه كركم. رشه لو انت بتحبي الكركم زودي فيه، بس هي رشه بسيطه. التوم دقيته 3 فصوص توم. واقول لكم تاني وباكد عليكم، القرنبيط بيتسلق بلبن، والتتبيله بتاعته بتتحط فيها لبن. غير كده يعني بصراحه انا ما بسموش قرنبيط. مش هتوصلي للنتيجه دي والطعم ده. وانا بقول لكم انا بتحداكم ان كنتوا تعملوا القرنبيط وتقولوا له ايه رايكم فيه. تمام يا بنات. نزلت بقى الخضره اللي هي ايه، شبت وكزبره. تمام، شبت وكزبره. وبصوا القرنبيط هو 5 دقايق بس على النار. القرنبيط هتكون ماسكه نفسها كده، بتعمليها بشوكه او بسكينه هتلاقيها استوت. ارجع التوابل معاكم تاني. تمام، بتختبريها، مش تخلي القرنبيط مهري. انا بشوف والله العظيم ناس، وربنا يحلل يعني في كل واحد رزقه واكله وكل حاجه، بس بيبقى بحس ان القرنبيطه مش ماسكه نفسها. بحسها كده بترقص كده، مش بحسها طريه قوي. انت هتشوفوا معايا الكفر وهتشوفوا شكل القرنبيط. بس زي ما قلت لكم اهم حاجه معلقتين النشا، ومعلقه بيكنج باودر،
وكوبايه دقيق، تمام، ومعلقه الخل، ودوقوا بقى احلى قرنبيط. واهم حاجه ما تدوسوش عليه في السوا كمان. زي ما قلت لكم بغسل طبعا زي ما انتم متعودين، بشطب الحاجات، وسلقت كده البطاطس. لا البطاطس شكلها لسه ما طلعتش. المهم بقى ما تنسوش اللايك يا بنات، وتشتركوا في القناه، وجربوا القرنبيط بالطريقه دي. لو انتوا بتعملوه بالطريقه دي تمام. اللي ما يعرفش، لو انت بنوته لسه متجوزه او اي حاجه، او في ناس كتيره بتحب القرنبيط وفي ناس ما بتحبش القرنبيط. انا عن نفسي بحب القرنبيط جدا، بحبه جدا جدا. اللي بيحب القرنبيط بقى وبيحب مثلا يغير او حاجه، اعملوه بالطريقه دي، والله يا بنات هتعجبكم على ضمانتي. نجيب طبق سلطه، طبعا جايبه فلفل بقى سبايسي. بحب طبعا انا اكل السلطه تكون مشطشطه، ما بحبش الحاجه البارده. تمام يا بنات، نعمل السلطه بقى مع بعض. كمان ده انا جايبه بصل اخضر بقى وايه، مظبطه الدنيا النهارده. نطلع عيش في التوستر، تمام. جايبه يا بنات 4 خيارات و3 طماطميات كده، جزرايه كبيره يا بنات. جنب القرنبيط طبق السلطه ده انا ما اقدرش استغنى عنه، ولا هو ولا البصل الاخضر. طب وفرحت جدا بقى ان البصل الاخضر طلع، ما اقولكوش بقى على كميه الانبساط اللي انا فيها. عايزه اقول لكم ان اختي وماما دقوا القرنبيط من هنا وقالوا لي يا سيدي يا سيدي على طعمه وحلاوته. ماما بتقول لي يا قرده، بتقولي لما انت بتعرفيه وشاطره بتعرفي تعمليه وشاطره فيه كده، عمرك ما عملتيه عندي في البيت ليه؟ والله يا بنات، والله يا بنات، هيعجبكم 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 هيعجبكم. انا اعرف ان المعظم ممكن ما بيحطلهوش لبن او مش بيسلقوا بلبن. احلى طريقه للقرنبيط وجربوها. وانتوا طبعا واخدين مني ان انا زنانه، لما اعمل حاجه ولا حاجه كويسه وصفه وبعملها بتبقى حلوه بفضل ازن عليكم عشان تجربوها، عشان انا بحبكم وانتوا. وبعدين برضو دي بنات انا ما عملتهاش معاكم من ساعه ما فتحت القناه. القرنبيط اول مره اعمله معاكم. هي ماما عماله تقول احنا هناكل ايه هناكل ايه، قلت لها بس ده انا محضره احنا هناكل ايه. دخلت المطبخ طلعتها، كنت لفاها بستريتش. طبعا القرنبيط يا بنات تجيبوه من بره، لو مش هتعملوه في نفس اليوم بتلفيه بستريتش لا ستريتش لاب، تحطوه في التلاجة. تمام. واعذروني على كل شويه اتلخبط في الكلام، انا دايما امنتج لكم الفيديو بالليل بعد ما اخلص الوصفه، بسجل لكم بالليل، ببدا بقى اتعب وانام فبتلخبط، حقكم عليا. طبعا كنت شايله شويه خضره من البتاعه اللي كنت مقطعاه يعني للقرنبيط وكده، حطيتها على السلطه. ننزل بقى بالقرنبيط، هتشوفوه معايا دلوقتي ولا بيفك ولا اي حاجه. وطبعا بخليه مقرمش، اللي هو من بره كده ماسك نفسه، فاهمين يا بنات؟ ومش مش عجينه، مش اللي هو استوى اتهرى. حطيت الطاسه بقى على النار ونقشر البطاطس. انا كنت شطفتها وكده وسبتها يعني في المصفى. اكل الشتاء حلو عامه يعني، الخضار فيها البسله، فيها الفاصوليا، فيها القلقاس. اكل الشتاء كله حلو. والصيف يعني فاكهة الصيف احلى من فاكهة الشتاء، يعني هنا في حاجة وهنا في حاجة، بس احنا مش عايزين فاكهة الصيف. يلا امشي يا صيف امشي امشي، كفاية حر كفاية. انا كنت بفرهد في الصيف والله العظيم، ولا كان نافع تكييف ولا كان نافع اي حاجة. شايفين القرنبيط بقى، انا بحب لونه احمر كده. طبعا دي من وصايا ماما، قالت لي خليه يعني عايزاه احمر. او البصل الاخضر اهو، شايفين انا كان وحشني البصل الاخضر ده يا بنات. ما اقولكوش الاكله دي عجبتني ازاي بقى، يعني بحب اكلها قد ايه بقى. والقرنبيط شفت الصغيره دي يا بنات ب25 جنيه، وعاملاه بيض بلدي بقى. هو يستحب بقى يا بنات البيض بلدي، ولا الاحمر ولا اللي هو الابيض برضو المزارع ده، بيض بلدي كده هتخليه مسكر وجميل. شوفوا انا ماسكاه عامل ازاي، والله مقرمش يا بنات وجميل، طعمه زي العسل. هقسم معاكم كام واحده دلوقتي بس لما اجي اكل. جبت نص كوبايه ميه ساقعه تكون بصوا تلج كده من البراد على طول، وجبت شويه خل، وطبعا انا عصرت عليها على السلطه ليمونه وانا بعملها معاكم. نحط بقى التوابل اللي هي ملح كمون كزبره بابريكا، مش هنحط شطه عشان هي فيها فلفل حراق يعني اوتوماتيك. تمام. شويه سلطه اللوز. نحط مناديل مطبخ على الطبق عشان نطلع بقى البطاطس. طبعا العيش حطيته في التوستر. وتفضل على فكره برضو كام واحده للقرنبيط، اتفضل حطها في التتبيله ولفيت البوله بستريتش وشلتها في التلاجة على طول. في اي وقت احنا عايزين نطلعها ونحمره على طول. بصوا نشغل بقى التوستر.
كده بحمر اخر حاجه. شوفوا بقى الاكل. طبعا انا حاطه تحتيه شويه بقدونس تحت القرنبيط، يشرب برضو الزيت، رغم ان هو ما فيهوش زيت على فكره. النشا والخل بيخلوه ما يشربش زيت خالص. بصوا شكل الاكل يا بنات. طب في ذمتكم بقى، مش نفسكم تاكلوا قرنبيط؟ يلا بقى هاتوه واعملوه وبألف هنا وشفا يا بنات. وبصل اخضر بقى وشويه سلطه كده مشطشطين، ولا البطاطس بقى حطيت عليها ملح وكمون وفلفل اسود. انا عايزه اقول لكم ان انا اكلت شويه اكل النهارده، انا متهيألي ضربت لي رغيفين ولا ايه مش عارفه. كان جميل بصراحه يا بنات. طبعا والله احنا كلنا شاطرين، ممكن في بنات بتعمله احلى مني كمان، بس انا بقول لكم يعني ان طريقته والله حلوه يعني. بصوا شكله من جوه عامل ازاي. خلاص يا بنات، ده كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو